يوم جديد من ايامنا النهارده في مطروح. هصور لكم فيه القرية البدوية. مكان صراحة جميل جدا. اتصورنا فيه وكلنا فيه وحلينا فيه واتفرجنا على حاجات كتير جدا فيه. من القرية البدوية في كهف الملح زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نبدأ جولتنا في القرية البدوية ما تنسوش تفعيل زر الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتقولوا لي في تعليقاتكم كده ايه رأيكم في التصوير. دي اماكن الاكل في القرية البدوية، وفي اماكن مكيفة، وفي لو حابب تاكل بره او في الاماكن البدوية دي. وبتشرب طبعا شاي اسمه شاي زردة. وبيجيب لك البراد كده وكوبايات صغننة حواليه وانت تصب براحتك. هناخد جولة كده لما جه الليل علينا في القرية البدوية. ده النجع اللي هو فيه جمال حقيقية. بصوا القرية البدوية دي فيها ايه. بتدخل من الباب كده، في حد زي مرشد سياحي بيقعد معاك، تقعد في قعدة كده بدوية شوية ويشرح لك ايه هي الحاجات اللي في القرية البدوية. زي انه بيقولك في حاجات ممكن تشتريها معمولة بالملح، حروف، ديكورات اللي هي حاجات بتبقى ديكورات في البيت كده. بيقول لك على الاماكن اللي بتزورها في القرية البدوية. في متحف في حيوانات حقيقية، بيقولوا حيوانات حقيقية بس متحنطة. في الاسد، انا بصراحة ده نسيت جدا ان انا اصوره. في الاسد اسودة، يعني حوالي 3 اسودة كده متحنطين بس شعرهم زي ما هو يعني. بصراحة الاسد ليه رهبته، متحنط او حقيقي او ايا كان. انا كنت واقفة جنبه وحاسة انه بجد تمام. في الأسودة، في الغزال، في ايه تاني، في كام حاجة كده من الحيوانات بتتصور جنبهم وبتقف جنبهم وبتخش المتحف تنطلق فيه براحتك. بعدين بتخرج في بقى حديقة حيوان حقيقية مصغرة. دي انا هاخدكم جولة فيها دلوقتي. بصوا اماكن التصوير والهوا هناك جميل جدا، يعني تقف تتصور عند الشلالات دي. في حاجات كتير في القرية البدوية، في اماكن تصوير جميلة جدا يعني. في ايه تاني، في شلالات، في بحيرات صغيرة، في اماكن خضرة، في اماكن بدوية. الاكل بقى هناك في حاجة اسمها بص بقى دي دخلت في قاعة التحلية على طول. كنافة. جبنة كنافة بالقشطة وكنافة بالجبنة زي ما انتوا شايفين كده شكلها. بصوا المنظر. شوفوا بقى واحنا بناكل بالشوكة بقى. بس مش حرمكم من حاجة، مصورة كل حاجة. اتفضلوا معانا بألف هنا. كنت بقول لكم على الاكل فيه حاجه اسمها اكل مردم او ابو مردم. الاكل ده بيتعمل في رمله تحت الارض، اللي هو لحم ضاني. بصراحه طعمها حلو. انا كنت اول مره اجرب فكره المردم دي. دي بقى الكنافه. بص المنظر. ممكن القريه البدويه كتير جدا ما يكونوا يسمعوا عنها، بصراحه ما كنتش اعرفها، اختي اللي كانت تعرفها وقضينا يوم فيها حلو. بصوا يا سلام. يلا بقى نكمل جولتنا. دي حديقة الحيوان الصغيرة اللي قلتلكوا عليها. القرود. بصوا القرود دول حصل موقف سبحان الله والله العظيم. يعني حسيت ان انا شايفة يعني حاجة غريبة، يعني تحسون بيفكروا. الفيديو ده انا هنزله لكم في الفيديوهات الجاية، بجد هتستعجبوا منه سبحان الله. ده الغزال طبعا. بيت الغزالة. يعني قرية متنوعة من كل حاجة يعني. ده الطاووس. بص شكله سبحان الله. بيت الطاووس. دي النعامة. النعامة دي عنيفة شوية. ده طبعا مكان الحمام، انا بحب شكله قوي. ده بقى ايه، جولة فيها ليلية كده، يعني الجو فيها بالليل حلو بالنهار حلو. بص بقى فيها صح متحف كمان نسيت اقول لكم عليه، هنشوفه بس واحنا ماشيين. دي مكتوب القرية البدوية عادي صور. في متحف المنسوجات البدوية.
ينفع كمان تتصوروا باللبس البدوي. دي الكافيتريات زي ما قلت لكم، اماكن الاكل. حابين تاكلوا بره براحتكم، حابين تاكلوا جوه براحتكم. في حمامات طبعا في القرية البدوية. في ده بتاع الكنافة اللي جبنا منه. الناس اللي بتشتغل هناك لابسة الزي البدوي، وبصراحة يعني ذوق 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 ذوق، يعني من هنا للصبح. كل شوية حابين حاجة، طب اي خدمة، طب بص يعني تحس ان هما كده سايلينك على كف الراحة. ده الاكل المردم اللي قلتلكوا عليه، اللي هي الفحرة اللي فيها النار دي. وانت ماشي بتقعد تقابل حاجات بقى اللي هي متاحف، الاكل، اماكن تصوير، يعني مش مساحة على الفاضي. في كمان ملاهي للاطفال، هندخل عندها دلوقتي. ملاهي الاطفال فيها العاب للاطفال كتير. ده متحف تراث بدوي. وده المكان اللي بتلبسوا فيه اللبس البدوي وتتصوروا فيه اهو. وطبعا برضو لو حد عايز يركب حصينة، يركب جمال يتصور بيها وكده. دي بقى ملاهي الاطفال اللي قلتلكوا عليها. جولة كده واحنا بنتمشى مع بعض. تجربة جديدة دي ليا في مطروح جديدة. مصورة لكم فيديوهات تانية عن مطروح كتير، منها شاطئ عجيبة. ده نزلت الفيديو بتاعه، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. عايزه اسمع تعليقاتكم، حابين اصور لكم ايه، حابين تعرفوا ايه رايكم في فيديوهاتي. كلمه دعم، تشجيع. بصراحه انتوا ذوق جدا في تعليقاتكم على فيديوهاتي، فبشكركم جدا على ده.